يقول الناس انها تشحن بيس وفري فاير دي طرق تقليديه، لكن الان راح نجرب هاي التطبيقات كلها وراح اوريكم ايضا اشياء يعني تعطيك كوينزات فري فاير بيس، وهي تكسب منها كوينزات بيس وفيفا موبايل. الحين نجري تطبيقات عليها نسبة نصب في التطبيقات كما كل فيديو. فأول تطبيق معنا هو وينر. هذا التطبيق يقول عليه كثير من اليوتيوبر أن تطبيق حقيقي ولا ينصب على الناس، فممكن تشحن في كثير ألعاب مش فقط بيس وفري فاير. وكتبنا بجوجل بلاي وبالإنجليزي لم يطلع لي أي تطبيق، فبدنا نكتبه بالعربية وأيضا ما تطلع لي أي تطبيق. وأيضا كتبت يعني هو في نسر، فلهذا رح نكتب شيء خرافي. التطبيق الذي عليه نسر، الذي صارت نسر ويكسب كوينزات بيس وجوائر فري فاير. وجوجل بلاي وهو لا يفهم ماذا قلت، وأيضا ما طلع لي التطبيق. فالآن كما نقول فلما اعتقد ان في جوجل كروم، فذهبت الى موقع الرسمي للتطبيق وحملت وحملت التطبيق. فلا نعمل السؤال الاخير: لماذا التطبيق فقط على جوجل كروم مش على جوجل بلاي؟ اما هذين اثنان من الاجوبه: اما ان التطبيق ليس على جوجل بلاي وما يشهد فلوس صاحب التطبيق، اما التطبيق عليه اشياء خايبه. المهم حملت التطبيق وعملت عليه سبين، كثير سبين، شوفوا كلهم صاروا سبين. عملت كثير من سبينات، وايضا اخيرا عمل لي 20 كوينز على التطبيق. فصرت اعمل سبين وسبين وسبين، في الاخير عمل لي لا يستجيب التطبيق. فعدت التطبيق وعملت الاسم وعملت سبين سبين سبين، وايضا عرفت هاي الاشياء. فعدت حتى صرت جمعت 1300 كوينز، وذهبت لكي اشحن جوائر فري فاير وبيس. خلينا نعمل بيس وعلينا كتير من كوينزات. فبدأت ايضا اعمل سبين بعد مليون سنة. اخيرا جمعت، فقالوا لي اعطينا الاي دي. دخلت الى لعبة بيس ودخلت الى اعدادات وعملت الاي دي الخاص بنا بلعبة بيس. فقالوا لي فايلود بليز يور in this final. فيقول لك أنا علينا نفعل التطبيق على موقعهم الرسمي. فلهذا دخلت إلى الموقع تبعهم وعملت له يعني أنا أفعل التطبيق. فقال لك أعمل إعلانات. دخلت إلى أول إعلان، فعمل لي هاي الاشياء اللي يقول لك ادخل رقم الجوال. انا مكلخ اعطيه رقم الجوال، خرجت لا تعملوا هاي الاشياء. دخلت لي ثاني موقع، قال لك مش راح يشتغل هذا الموقع ابدا، يعني عليك ان تعمل فيه. فهذا نسبة النصب 10/10 نسبة النصب. وثاني تطبيق هو ليبان. هذا التطبيق ايضا تكلموا عليه كتير يوتيوبر. الان راح اوريكم تطبيقات جيدة لكن ليس صادق، لكنني جعلته 4 نقاط اشحن 100 ماس لعبة فري فاير ولم استطع الشحن. فهذا لوحده يقنعنا ان التطبيق نصب 100%. إن برنامج صادق وسهل. والمهم تلك الأشياء. وتطبيق كما أيضا كثير من اليوتيوبر. فعملت ستار جيم، فلم أجمع أي عصفور للأسف، لأنني لا أعرف ألعب هاي اللعبة. فقط جمع 0.01 من النقاط ونصف نقطة. فلهذا التطبيق راح يكون صعب كتير. فعملت أيضا ليه قال لك أعطيني العنوان، ذكر الشهر، الأخت، الجد، العام. مش راح أعمل طبيعة الحال هاي الأشياء. دخلت إلى مواقع أخرى ولم أفعل أي أشياء وما وجدت فيه أي أشياء. فدخلت إلى مواقع أخرى وعملت فيه كثير من الكودات. قال لك أن تعمل كود مع صديقك، أن ترسل لصديقك وراح يعطيوك جواهر وأشياء تبع فري فاير. لهذا التطبيق مش نصب 10/10، نصب 100%. فطبيعة الحال راح يكون تطبيق نصاب كتير. فالتطبيق فيه أيضا كتير أشياء. إذا بدك تشعل فنسبة هي 7/10. فالتطبيق أيضا يعمل معنا بنسبة النصابين. فتالي تطبيق صادق، ولكن عندي شيء يحتاج 5 أشهر بالكامل لكي يشحن. لا تحتاج 5 أشهر فقط إذا بتشحن بفلوسك وما تشحن 5 أشهر كلها. فدخلت التطبيق، سجلت، فطلع لي كتير من الأشياء. اجمع البداية، ألعب وأرباع، اكتب عملات. فعملت أسئلة، فعمل لي أسئلة، حدد المزود المهمة. فقال لك عليك أن تحمل تطبيقات مش اللي تحملهم 90 يوم ولكي تشتغل. فقط تحملهم وراح تفوز معهم كتير من الأشياء. فأنا قلت راح أجرب ألعب وأربح. لهذا دخلت لكي ألعب ألعاب وأربح كوينزات التطبيق لكي أشحن به جوائر فري فاير أو بيس أو لعبة فيفا. دخلت الى اول لعبه وجربتها. في اللعبه كانت كثير صعبه كثير.
يعني صعبة لله. فخرجت من التطبيق كله ورجعت ولم يعطوني أي نقطة. فدخلت على التطبيق الثاني وعملت له يعني اسمه تشيك اوني ايفولياسيون. فقال لك عليك أن تحمل في 90 يوم لكي تأخذ نقاط. فهذا عليك أن تموت ولكي تشحن كوينزات. فدخلت إلى التطبيق، يعني دخلت إلى أشياء أخرى. فالتطبيق أيضا راح يكون من النصابين. عيت ما أجرب كثير أشياء ولكن ما يعطوني ولا نقطة. اختر استطلاعا، قالك راح يعطيني 70 مليون كوينز. فمستحيل هذا. عملت كل هذا في الأخير. نعم، أريد الوصول كامل إلى كافة الاستطلاعات. وأيضا لكي تعرف أن هذا كله كذب ونصب. هذا التطبيق كذاب برو ماكس. فلهذا حاولت مع كل الأشياء التي موجودة هنا ولم يعطوني أي شيء. فعملت الكود وعملت أي شيء ولم يعطوني، فقط إعلانات وأشياء خاصة بهم لكي يفوزوا بالمال وأنا أخسر كل شيء. فأعطوني نقاط ولكن أعتقد أنها وهمية. فدخلت إلى أكسب العملات وضغطت لرؤية العرض ورأيت كثير من السبينات أيضا كما التطبيق الأول. فأعطوني مكافآت الحصالة والمتجر. عملت يعني أشياء كثيرة. فدخلت كي أشوف ماذا راح أشحن. فقالك عليك أن تشحن الكثير من الجوار. انظر كيف 175 ألف كوينز لكي تشحن لعبة فري فاير. فلا أحتاج إلى 100 مليون سنة لكي أشحن لهذا التطبيق. فهذا التطبيق أيضا راح يكون معنا في فئة النصابين. لهذه الأشياء فالنسبة هي 8/10. لأن ممكن يكون صديق ولكن هو يحتاج إلى كثير من العملات لكي تحتاج 200. فهذا التطبيق أيضا تطبيق يقول لك أنك تعمل استطلاعات وتدخل إعلاناتهم لكي تشحن جوار فري فاير وكوينزات بيس. فدخلت كي يسجل عليك كاملة مرور كل الأشياء هاي. فدخلت الى استطلاع تاني، قال لك رقم الهاتف. بطبيعة الحال رقم الهاتف ما راح نعمله. دخلت الى تطبيقات اخرى ويعني اردت ان اشوف كم يحتاج. فعلى فريفا يحتاج الى 100 و 220 دياموندا ولم يكن مكتوب حتى اصلا كم احتاج. فدخلت الى هذا الاستطلاع اللي يقول لك عليك انت سبين مبروك عليك. فنسبة التطبيق في النص بطبيعة الحال 10/10. فدخلت إلى كوينزات، يعني يقول لك عليك لكي تفوز بكثير من الكوينزات عليك أن تعمل هاي تجربة. دخلت إلى الفيديو وصرت أعمل كل هاي الخطوات التي قالت لنا هاي الأخت لكي نشحن فيها كوينزات بيس. دخلت وعملت إلى خطوات حقيقة أنك إنسان. عملت تحقق طبيعة الحال. راح يعطوني إعلانات. جربت يعني واحد من الإعلانات هاي. فأنا كما تعرفون أنهم راح يعملوا لي رقم التجول. هذا خرجت من الموقع. دخلت إلى إشي آخر. صاروا يسألوني أسئلة شخصية. فعملت قال لك عليك أن تحمل VPN. فهذا طبيعة الحال إشي كتير سيء. مش راح يعطيك ابدا عملات او اشياء. هذه التطبيقات دي تعملت وهم كلهم طبيعة الحال نصب في نصب. فالتطبيقات التي هنجرب بدون الفلوس عليه الباي بال لكي اخذ كوينزات فري فاير وبوينت. هاي التطبيق يتحدث عليه كتير من اليوتيوبر في اليوتيوب لكي نشحن فيه كوينزات بيس. تطبيق هذا الاخ اعطى اول نجمة. في هذا نعتقد ان التطبيق طبيعة الحال راح يكون نصاب برو ماكس. اخونا عمل لنا نص كامل. مش حتى راح تجود حتى بالامتحانات لكي تشحن به كوينزات بيس. فالتطبيق الثالث لكي تعمل به يعني تلعب الالعاب لكي تفوز بكوينزات بيس وجواهر لعبة فري فاير. فجمعت 18 يعني عملة في هذا التطبيق. فصرت ألعب وعملت بلاي كي أرى الألعاب التي علينا أن نلعبها لكي نأخذ كوينزات بيس وجواهر لعبة فري فاير. فعملت بلاي ناو لكي أجمع أي تطبيقات. فالموبايل ما بدي يعني يحمل هاي التطبيقات أبدا. ما بعرف ليش. وهي اللعبة كتير أعتقد أنها صعبة. دخلي لجوجل بلاي وعملت لها طبيعة الحال تثبيت لكي أحمل هاي التطبيق. فصرت ألعب هاي اللعبة. ألعب. فكنت كما كنت راح أتوقع في الأخير راح يعطوني 0 عملة.
من كوينزات بيس او جواهر لعبة فري فاير خرج من التطبيق. دخلت الى التطبيق التي راح يعطيني، فما زال ما عطاني ولا اشي. فلهذا التطبيق ظاهر عليه مو فقط نصب برو ماكس. فعملت كثير من الاشياء التي يقولون عليها التطبيق، فما فهمتش كتبوا لي هون، فما اعطوني اي شيء. فدخلت الى التطبيقات الاخرى لكي اراها، فعطى فقط تيك توك عليك 51 مليون اشي، ما بعرف ليش ايش هي. فدخلت الى تيك توك وانا طبيعة الحال مش مصدق هاي الاشي. دخلت الى الموقع، دخلوا لنا موقع كمان اشي، اصبحوا يسألوني اسئلة عن نفسي، يعني عمرك ذكر انثى ما بعرف. دخلت على التطبيق لكي اشوف هل اعطوني اشياء، فطبيعة الحال نصب فنصب. فهذا التطبيق طبيعة الحال راح يكون اكبر نصابين في التاريخ. عملت كود، قال لك اعمل كود راح تفوز بالهدية، ما عندي كود. دخلت الى الاشياء التي يقول لك علينا بالباي بال، قال لك عليك 5 بالتيك توك، $2 $5. فنسبة النصب طبيعة الحال 10/10. فهذا راح يكون اخر تطبيق معانا. راح اعطيكم اخر تطبيق. هاي اللعبة هي وصل. هاي اللعبة يقول لك عليك ان تلعب بشاحنة الزبالة القمامة لكي تفوز بعملات كثيرة وجيدة. هاي التطبيق لقد رأيته يلعب كثير يوتيوبر، يقول لك انهم صادقين، راح يعطوك كثير من العملات التي راح تفوز بها. فعليك ان تجمع القمامة. فدخلت الى لكي اشوف كم راح يعطيني. عملت مهمة طبيعة الحال، راح ادخل الى مهمات. عملت كثير اشياء. هذا التطبيق طبيعة الحال حتى هو نص فنص، صرت العب. فلهذا راح يكون انتهى الفيديو تبعنا. لا تنسى اللايك والاشتراك في قناتنا، ويلا مع السلامة.